بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. لكم يا السادة هذا التقرير من موقع CNN بالعربية. مركز الفلك الدولي بالإمارات يحدد موعد عيد الفطر لسنة 2026 ميلاديا 1447 هجريا وغرة شهر شوال في السعودية وكافة الدول العربية والإسلامية. إليكم التفاصيل أيها السادة، ولكن فضلا وليس أمرا بل تكرما من حضراتكم الاشتراك معنا في القناة لمن لم يشترك في القناة إلى الآن وتفعيل الجرس حتى يصلكم منا كل جديد إن شاء الله، ولكي تدعمونا على الاستمرار بإذن الله. في هذا التقرير أيها السادة فقد حدد مركز الفلك الدولي الظروف التي يمكن من خلالها رؤية هلال شهر شوال إذانا بدخول عيد الفطر المبارك لسنة 2026، لافتا لتعذر رؤية الهلال في 18 من مارس أذار الجاري. وفق هذا التقرير الفلكي فقد أعلن المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي بالإمارات أن قد بدأت بعض الدول شهر رمضان يوم الأربعاء 18 من فبراير شباط 2026، وهذه الدول سيتحرى هلال العيد يوم الأربعاء 18 من مارس أذار، في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الخميس 19 من فبراير، وهذه الدول سيتحرى هلال العيد يوم الخميس 19 من مارس أذار الموافق للتاسع والعشرون من شهر رمضان في هذه الدول. فبالنسبة للدول التي ستتحرى هلال العيد يوم الأربعاء 18 من مارس، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، حيث أنه سيحدث الاقتران بمشيئة الله في تمام الساعة 1:26 فجرا بتوقيت العالمي في اليوم التالي، وبالتالي فمن المفترض أن تكمل هذه الدول عدة شهر رمضان 30 يوما ليكون يوم الجمعة 20 من مارس هو عيد الفطر في هذه الدول. أما بالنسبة للدول التي ستتحرى هلال يوم الخميس 19 من مارس، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة في شرق العالم، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ووسط وشمال أفريقيا كما يظهر أمامنا في هذه الخريطة، وهي ممكنة نسبيا في معظم أمريكا الشمالية، وممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة من غرب أوروبا وغرب أفريقيا، وممكنة بسهولة في معظم أمريكا الشمالية. وعليه فمن المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول أن الجمعة 20 من مارس هو أول أيام عيد الفطر فيها، وأنه نظرا لصعوبة رؤية الهلال يوم الخميس في أماكن واسعة من العالم الإسلامي خاصة في الشرق والوسط، فمن المتوقع أن يعلن عدد لا بأس به من الدول عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الخميس، ليكون السبت 21 من مارس هو عيد الفطر في هذه الدول. وبالتالي من المتوقع إعلان غالبية الدول العربية والإسلامية أن الجمعة 20 من مارس هو أول أيام عيد الفطر، باستثناء الدول التي تشترط الرؤية البصرية الصحيحة للهلال بالعين المجردة، وهي دول قليلة. قد تعلن هذه الدول أن أول أيام عيد الفطر فيها سيوافق بمشيئة الله يوم السبت 21 من مارس أذار 2026 ميلاديا. كل عام وحضراتكم بخير. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والزكاة وصالح الأعمال. جمع الله شمل المسلمين تحت راية التوحيد. دمتم بخير يا السادة. لا تنسوا دعمنا يا السادة بلايك الفيديو، شير على مواقع التواصل الاجتماعي، فالدال على خير كفاعله. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة ليصلكم منا كل جديد بإذن الله. كل عام وحضراتكم بخير. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.